اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو جديد ويوم جديد، والنهاردة هنعمل مع بعض الجلاش والكنافة. الكنافة المحشية بالمكسرات، والجلاش بقى مش قادرة أقول لكم هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. مش هتعمليه ورقة ورقة، ولا هتدهني ورقة ورقة، ولا تغلفي نفسك. هنعمله دفعة مرة واحدة كده، وهتطلع النتيجة معاكي مش قادرة أقولك بالجمال والحلاوة دي. زي ما انتوا شايفين الكنافة معانا حاجة كده. كنافة في البيت يا جماعة بالسمنة البلدي حاجة تانية، حاجة تانية بجد. شايفين الجمال؟ تعالوا بقى اوريكم الجلاش. هتعمليه مرة واحدة، ولا هتدهيني رق ولا هتغلبي نفسك، وهيطلع معاكي بص مورق، والطبقات فيه كده تحفة، وشكله في التقديم حاجة تشرف. والله الكاميرا ظلماه. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف تفصيل الفيديو. اول حاجه كده ومبدئيا معايا سوداني مجروش. انا يعني ايه مش ضربه قوي في الكبه، انا عاملاه سوداني مجروش كده حلو. ومعايا نص كيلو من الجلاش، والجلاش بتاعي نص كيلو لسه كده طازه وجميل. هنمسك سكينه كده ونقطعه. هقسم النص كيلو ده كله بالطول كده على تلات وحديات زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهحط كده، بحط سوداني من اللي انا جرشاه كده، وبروح تانيها بس كده وهحطها بطول الصينيه. لو لقيتيها بقى طويله شويه معاكي كده على الصينيه، هتقطعي منها حته بالسكينه زي ما انا ما عملت، وهوريها لك في الاخر برضه هتتحط في قلب الصينيه. بصوا يا بنات، الصينيه كبيره، الصينيه ما شاء الله، اللي هي مقاس 36 دي او 34 تقريبا، بتاخد كيلو جلاش. يعني لفتين، دي لفه واحده. اللهم بارك. يعني انت لو حابه بقى تعملي الصينيه كلها على بعضيها، هتعملي لفتين جلاش. اهو بصوا بتنيها بس كده، مش بعمل اي حاجه خالص. ولا حطيت سمنه في قاع الصينيه، ولا حطيت سمنه رق ولا ورق، ولا دهنت ولا اي حاجه خالص. ما تغلبيش نفسك. عايزه تاكلي اي حاجه مسكره قومي كده قوام اعمليه. جربوه قولوا لي ايه رايكم، هيعجبكم جدا جدا. بس كده تنيتها وبنفس الطريقه. بصوا بقى، بجيب السكينه والحته الزايده بروح انا قطعها بالسكينه اهي. هعملها برضو وهوريها لكم. بصوا حطيت فيها برضو سوداني من النص كده وخلاص. بص بقى هقطعه. انتي بقى حابه تقطعيه مستطيل تمام، حابه تقطعي مربع زي الفل. انا قطعته يعني ايه، خليت فيه تقطيعه مربعه وتقطيعه مستطيل. انتوا عارفين ان في اولاد كتير معانا وصغيرين، يعني الاولاد الصغيره تاخد الحته المربعه، والكبار ياخدوا المستطيله. بالسمنه البلدي بقى كده وهسقيه. ما تقولوليش السمنه كتير، انا قلت لكم ما حطيتش ولا اي ماده دهنيه خالص. هحط بقى كده لغايه ما الجلاش بتاعك بيشرب السمن. ولو انت بعد التسويه بتصفيها عادي خالص، بس الحمد لله انا ما كانش فيه زايد ولا حاجه وما صفيتهاش. هنعمل بقى معانا نص كيلو كنافه، انا كان في الفريزر وطلعته. همسكه بقى كده، افتفته او افرمه من بعضيه، او افركيه كده من بعضه. وهحط له ايه مكون واحد هيخلي الكنافه بتاعتك متكرمله ولونها ذهبي. وما تجروش الفيديو عشان هتستفادوا ان شاء الله. كده خلاص فتفتها بقت زي الفل. معايا بقى معلقه سكر بودر، وانا بحب انخلها بالمصفى السلك زي ما انتوا شايفين، لان بيبقى فيها تكتلات كده. فالتكتلات دي معاكي لما بتيجي تعمليها فبتبقى معاكي في الصينيه، بتخلي فيه بقع بني كده في الكنافه. خلاص لازم تعمليها بالمصفى ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. الصينيه معايا هدهنها ماده دهنيه من تحت، احط معلقتين سمنه بلدي حلوين كده. انتوا عارفين كنافه يعني سمنه بلدي، او اي حلويات شرقيه يا بنات يعني سمنه بلدي. حطيت بقى سمنه بلدي، وبرده انا مش مكتره كتير، لان انا لسه هحط تاني لما باجي بقلب الصينيه. خلاص كده حطيت ما شاء الله. هحط بقى قسمت الكنافه بتاعتي بالنصين، يعني بالنص مظبوط، نص ده قد النص ده. حطيت بقى سوداني، لو انت حابه تحطي الجوز، جوز الهند، زبيب، فستق، لوز، اللي يريحك خالص الموجود عندك اعملي بيه. كده خلاص انا حطيت سوداني وحطيت اللهم بارك زبيب. والله ونسيت احط جوز الهند وحاجات تانية، بس كده كده انا ولادي ما رضوش ياكلوا منها علشان مش بيحبوا الحاجه محشيه، بيحبوا الحاجه ساده، يعني بيفضلوها اكتر. كده خلاص حطيت بقى المكسرات في النص، وبدأت احط الطبقة التانية على الوش. وما تضغطيش قوي بأي حاجة، لان الكنافة دي يا جماعة اما بتخليها كده هايشة كده بتبقى احلى يعني. خلاص دخلتها الفرن. السكر بتاعنا بقى معايا، الشربات معايا 3 كوبايات من السكر، المج الموجود في كل بيت، وعليهم 3 مجات ونص من المية. وانا حطيت 3 مجات ونص سكر برضو. هحطهم على النار، اول ما يغلوا هنزل بنص عصرة ليمونة. 10 دقايق بالظبط او 7 دقايق بطفي النار، وبحط الفانيليا.
كده السيرب او الشربات استوى معايا زي الفل. طبعا الجلاش والكنافه بتاعتي باردين والسيرب سخن، اي حاجه من الاتنين يكونوا سخنين، يا الكنافه يا الشربات. خلاص، انا طبعا الكنافه والجلاش سقعهم، فمعايا السيرب بتاعهم سخن تمام. كده خلاص سقيت الكنافه وما شاء الله حطيت لها كده وشبعتها ورحت مغطيها شويه علشان تطرى، وبنفس الطريقه سقيت الجلاش بس ما غطيتهوش، سيبته بقى شويه اما شرب كده السيرب كويس. وبعد كده تعالوا بقى هوريهولكم. تعالوا بقى نقطع الكنافه ونشوفها مع بعض. اللهم بارك ما شاء الله، النص كيلو كنافة عامل صينية حلوة معايا، ولفة الجلاش برضو حلوة قوي. تعالوا بقى نجيب حتة كنافة كده ونشوفها الأول. بصوا يا بنات، هي المفروض الحلويات الشرقية بتتعمل وتاني يوم تاكلي منها، بس أنا لسه ساقياه دلوقتي وكله معمول ما شاء الله زي الفل. تعالوا بقى أوريكم الجلاش، بصوا الجمال. وما تغلبيش نفسك ولا تدهني ورقة ورقة، اعملي زي ما بقولك كده وهيريحك خالص. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.